أنا انشراح ومخمس ترواح. كتاب اليوم. كتاب اليوم هي رواية 104 القاهرة للكاتبة ضحى عاصي من إصدارات بيت الياسمين. الرواية دي رواية بديعة جدا، اجتماعية بامتياز، نقدر نسميها أو نقول عليها حكاوي المصريين. وقصة الرواية دي بتاخدك في رحلة طويلة لحياة انشراح بطلة الرواية، بداية من الخمسينات أيام الملك ولحد قبل ثورة يناير. ومن خلال الرحلة دي بنقابل ناس ونفارق ناس على كل شكل ولون. هتقابل بتوع الأولية والمتصوفين وأصحاب الطريقة، وهتقابل أصحاب الوصفات والموروث الشعبي، وكمان هتقابل فيها الإسلاميين والليبراليين، الشيوعيين والثوريين والمثقفين، الرأسماليين والحرفيين. هتقابل ناس بسيطة جدا على قد حالها، وهتقابل ناس غنية جدا متريشين، هتقابل فيها الفتوات والمظلومين. وكمان هتاخد فكرة عن الأجانب اللي عاشوا في مصر أيام الخمسينات زي الأرمن واليهود والإنجليز، وهتاخد فكرة عن ملامح حياتهم ومعتقداتهم. رواية هتخليك تقول ايه يا انشراح، كم من الناس اللي عرفتيها وعاشرتيها وقدرتي توصفيها في مذكراتك بالقرب ده، وازاي الشخصيات دي كلنا شفنا زيها وتعاملنا مع ناس شبهها، لأنها شخصيات مصرية أصيلة بتعبر عن كل المصريين حرفيا. الرواية دي لذيذة جدا، هتحبوها، هتندمجوا مع أحداثها بسرعة، واللي بتحكي عن انشراح البنت الطيبة العفوية اللي عندها قدرات خاصة بتخليها تموت وتصحى. انشراح بتورث وصفات جدتها السحرية واللي بتساعد بيها الناس ان هم يوصلوا لأمانيهم ويصلحوا بيها حياتهم. انشراح كمان كانت بنوتة طيبة وجميلة، وكان عندها أحلام وطموحات كتيرة جدا، ولكن ظروف حياتها كانت ضد كل الأحلام والطموحات دي، إلا إنها رضيت بنصيبها، وكانت بتمتلك من الحكمة والحنان القدر الكافي اللي حب فيها خلق الله حرفيا، ويخليها السبب في سعادة وراحة ناس كتير جدا. الرواية كمان فيها لمحة أنثوية حلوة، لأنها بتحكي مجموعة قصص مختلفة لنساء، حياتهم، ظروفهم، حوادثهم كانت مختلفة، لكن مع كل قصة بتحس ان كل ست في الستات دول حد قريب مننا جدا، فاهمين مشاعره ومتعاطفين معاه، ما هي ستات لبعضها برضه. وملحوظة، الرواية دي ما طلعتش اي راجل عادل، كلهم كانوا مصطفى بحجر على اختلاف عيوبهم، والحقيقة انا مش فاهمة ايه السر ورا الموضوع ده، يا ريت الكاتبة تفسر لنا الموضوع. في النهاية تقييم الرواية 3/5، قراءة هتعجبكم جدا وهتاخدكم في عالم من الحكاوي المسلية والغريبة جدا أحيانا. ولو قرأتوها متنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات، واستنوا فيديو جديد بمراجعة جديدة، وسلام عليكم.